السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. اسعار الخضار والفاكهة في رمضان اقول لكم عليها كده، دي اخر اسعار مستجدة يعني. بس لكم عندي اخبار حلوة يعني. الشطة ديت لما تعرفوا سعرها دلوقتي هتتفاجئوا بجد. خلاها في الاخر كده، حلوا بقى في الاخر. هي مولعة نار وسعرها مولع نار برضه. فابو شيماء ربنا يديله الصحة نزل جاب لي السوق كده، زي ما قلت لكم انا عندي خشونة في رجلي فمعرفش انزل اجيب سوق كده، فهو بيجيبهولي يعني. فنبدأ بالأسعار كده. أنا مش عارفة الأسعار، فقلت له أنا بنسى لأن أنا عندي برد ومش مركزة، فقلت له هفتح الكاميرا وأنت تقول لي السعر. الفلفل ده هو قال لي ب20، دي اللي أنا فاكراه. الخوخ كل سنة وأنتم طيبين طلع جامد يعني وصغير. هو بكام ده يا أبو شيماء؟ 15 الخوخ يا جماعة. هو مش حلو مش غلا. وده بكام؟ 2 كيلو ب10، ب5 جنيه البرتقال الصيف. والجوافة ب12. والليمون الكيلو الليمون ب15. مش تسلم على الناس الاول؟ تقول لهم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل سنه وانتم طيبين. انت اول مره صوتك يطلع معايا القناه. معلش انا عندي الزهايمر. معلش انا بنسى والله. سلم عليهم بقى عشان انت اول مره تطلع معاهم. كل سنه وهم طيبين. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، ويبعوا الايام ورمضان الجاي ان شاء الله، يا اما تكونوا في عمر رمضان كده ان شاء الله عند نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وبارك عليه. وبتكونوا بصحه وبخير وسلامه ان شاء الله رب العالمين. اللهم امين يا رب العالمين. طب والتفاح؟ 25. والكنتالوب او الاناناس؟ الاثنين 25. ما شاء الله، الاثنين ب25. والخيار؟ 12. والطماطم؟ الاثنين 15. بدأت ترفع بس حلوة يعني. والبطاطس؟ كيلو ربع 10. ما شاء الله. والصغيرة بكام؟ متعرفش؟ والبدنجان؟ يعني دي كيلو ربع 10 والبطاطس كيلو ربع 10 زي بعض. والفلفل زي ما قلت لكم ب20. ما جبناش حاجات ياما يعني، عندنا حاجات من الاسبوع اللي فات يعني، وعلى قد ما نقدر بنختصر. الشطه بقى اللي سعرها ما شاء الله يا جماعه ب40 جنيه بس. مفيش اسهل من كده. كنا بنجيب الفراخ ايامها كده، ايام دي كده كنا بنجيب كيلو الفراخ بكام و30. الشطه عدت الفراخ الكيلو ب40 جنيه يا جماعه. بس دي كان سوق النهارده يا جماعه، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. اذا كان عجبكم واستفدتوا منه باي معلومه، قناه اختكم واعه، اقفوا جنبي كده واسمعوا ايه ما انتوا كده سمعتوا. طبعا الوصل لحد الحته دي سمع. وحطوا له اللايك لان اللايك بيفرق قوي يا جماعه معايا بجد والله. اللايك اهم حاجه، بيخلي الناس ايه اليوتيوب يقترح الفيديو بتاعي وتبدا القناه تتبل النار. ودعواتكم ورمضان كريم عليكم ان شاء الله ومبارك عليكم. وده كان فيديو النهارده يا جماعه. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتفضلوا طلبات صحه وعافيه عليكم. ونسيت اقول لكم كلوا جوافه على قد ما تقدروا، لان الجوافه بتقوي المناعه وممتازه للبرد. طبعا اللي عنده برد زي حالاتي كده ياكل ايه؟ جوافه. مع السلامه يا حبايبي.